تاني وفي كورس جديد كورس كتابة المحتوى. كتابة المحتوى من أهم الحاجات أو المجالات في العمل الحر اللي أقدر أشتغل بيها في شركات كبرى، خصوصا إن الشركات الكبيرة هي اللي بتهتم بإعطاء كل شخص تخصصه. أنت ممكن تكون كاتب محتوى وشغال على سوشيال ميديا، فتكون بتكتب المحتوى وبتعمل ديزاين وكل حاجة أنت بتعملها، ولكن في الشركات الكبرى بتهتم بالتخصص، إن أنا فقط كاتب محتوى. فكاتب المحتوى هو اللي بيقدم كل حاجة تجذب الجمهور أو الكتابة الخاصة بالجمهور، بمعنى إن أنا بصيغ المعلومات أو باكتب المعلومات والأفكار بتاعتي بطريقة منظمة علشان أقدر إن أنا أجيب الجمهور الخاص بيا. فأنا مش كاتب محتوى لكل الناس، أنا مش بكتب وأوجه كلامي لكل الناس، لأ، ده في أودينس معينين أنا بوجه لهم الكلام اللي أنا بقوله. علشان كده إن التسويق بالمحتوى بيزيد نسبة المبيعات أو بيزيد نسبة إن الناس تشوفني اللي هم مهتمين بالمحتوى الخاص بيا بنسبة 14 عن الناس اللي مش مهتمين بمجالي. يعني لو أنا بسوق بالمحتوى هلاقي إن نسبة وصولي أعلى بكتير من الناس اللي بتسوق من غير محتوى. فكتابة المحتوى إن أنا بصيغ المعلومات والأفكار بتاعتي بس بطريقة معينة لجمهور معين. والمحتوى أصلا أي فكرة أو أي بوست أو أي حاجة أنا عايزة أوجهها داخل محركات البحث أو داخل البلاتفورمز الخاص بيا، سواء بوست أو فيديو أو انفوجراف أو صورة أو كلام. فكاتب المحتوى بيقدر يوصل كل ده، بمعنى إن كاتب المحتوى هو بمعنى إن كاتب المحتوى هو اللي بيوصّل المعلومة الخاص بيّا في المكان اللي يقدر من خلاله يزوّد المبيعات، مش مجرد أي مبيعات. يعني أنا ممكن أعمل إعلانات وممكن أعمل يبقى ليّا علاقات، ولكن ناس كتير بتشوف المحتوى وما فيش نسبة مبيعات. ليه ما فيش نسبة مبيعات؟ لإن أنا مش باسوّق بالمحتوى اللي ممكن يجذب لي الaudience المهمين بالنسبة لي. كتابة المحتوى لازم أول حاجة أفهم جمهوري. بعد ما أفهم الجمهور بابدأ إن أنا أفهم الaudience الخاص بيّا حياتهم ماشية إزاي، أبتدي إن أنا أشوف كل شيء. لمّا ييجي لي عميل ويقول لي إن هو عايز كاتب محتوى لمجال تعليمي، فأول حاجة لازم أعملها إن أنا أحط قدامي target، أشوف كل الناس اللي شغالة في المجالات التعليمية بتعمل إيه، بتكتب المحتوى إزاي، الجمهور الخاص بيهم مفتقد إيه وكان بيدوّر عليه، فين رمز الحماس اللي بيشد الناس، أكتر الcomments بتكون بتسأل عن إيه، المحتوى الخاص بيهم بيتوزّع إزاي، أكتر المنصات اللي هم منتشرين عليها. لأن طبعًا إحنا عارفين إن كل منصة بيكون فيها audience معيّنين، دول إحنا بنعرفهم طول فترة الدراسة أو طول فترة البحث، بنعرف كل audience بيكونوا متمركزين فين. زي مثلًا إن إحنا عرفنا إن الجمهور الخاص بالخليج العربي بيكونوا متمركزين في سناب شات، فأنا لو الجمهور بتاعي من جمهور الخليج فباروح على سناب شات. وبعد كده أبتدي إن أنا أحط plan معيّنة اللي هي خطة المحتوى. بابدأ أخطط للمحتوى بتاعي سواء في الأول بشكل عشوائي إن أنا باحط كل point قدّامي. ليه؟ علشان أبتدي إن أنا أتمركز على حاجات معيّنة، من خلالها هابتدي إن أنا أبني دائرة العلاقات بتاعتي وأبني الاستراتيجي الخاصة بيّا، أختار الأفكار المناسبة بعد ما أختار الأفكار المناسبة اللي هي فعلًا هتجيب معاه العميل وهيفهمني منها وهيحس إن أنا متمكن في مجالي، أبتدي إن أنا أحدد الهدف. يعني إيه الهدف؟ أنا حددت استراتيجي، حددت البلان، هاكتب إيه، هانشر إيه. وطبعًا الcontent writer بيكون أكتر الحاجات طالعة trend. يعني إيه الفرق بين الcontent writer والcopywriter؟ الcopywriter أنا باكتب posts أقصر
مهمتي فيها إن أنا أبيع، أنا مش مهم إن أنا أعمل علاقات مع الclient، مش مهم إن هو يتمركز معايا، مش مهم إن هو يكمّل معايا، ده على عكس الcontent writer. باكتب مقالات كبيرة، باكتب حاجات trend وتجذب العميل، وكمان باحاول إن أنا أعمل علاقات مع العميل يكمّل معايا فيما بعد، مش مجرد إن أنا عايز أبيع وبس. يعني المحتوى اللي فعلًا بيتكتب صح هو المحتوى اللي تم وضعه بplan واستراتيجي مناسبة، مش أي محتوى. فأنا علشان أول حاجة أبتدي أبقى كاتب محتوى، لازم أبتدي أتدرّب. أتدرّب على إيه؟ هادّيكم task في النهاية هنبدأ إن إحنا نتدرّب عليه، نجيب كل حاجة، باعمل search كامل، مش مجرد إن أنا باقلِّب في pages الفيسبوك بس. لأ، أنا باألِّف كل حاجة، بادوّر على كل اللينكات، باعرف كل المواقع اللي أقدر من خلالها أوصل للaudience الخاصين بيّا. عشان كده الcontent writer بيكون مهمته كبيرة، وكمان فيما بعد في الشركات الكبرى بتكون مهمتك صعبة. لو كمان عايز تخصّص audience معيّنين، فبتضطر إن أنت تعمل search كبير ممكن ياخد منك أسبوع أو أكتر، وأنت بتحط الpoint بتاعتك بشكل عشوائي عشان تبدأ تنظمها في استراتيجي مناسبة. كده يعني إيه هي أنواع المحتوى؟ أنا أقدر أكتب في كل حاجة، زي ما قُلت إن أنا أقدر أكتب على كل الplatforms اللي إحنا عارفينها أو كل المنصات، أنا أقدر أكتب في كل أنواع المحتوى. أقد أقدر أكتب نوع محتوى إخباري، تحفيزي، أو في الجمال زي لو يكونوا طالبين في الskin care وغيره، أو حتى sport، تجارة، ترفيه، تثقيف، تعليم، كل ده مفتوح ليّا، كل المجالات مفتوحة ليّا كcontent writer إن أنا أقدر أكتب فيها. بس إيه الفكرة؟ المشكلة إن يكون عندي الموهبة إن أنا أكتب، ويكون عندي فكرة الاستراتيجي. أنا مش باكتب بشكل عشوائي، طيب ما أنا ممكن أكون موهوب في الكتابة، ودي الحاجة اللي أنا باحبها عشان كده عايزة أشتغل فيها. طبعًا مش بندوّر على الفلوس في البداية، يعني أنا عايزة أتعلم content writer علشان أشتغل، وعلشان إن أنا خلاص كده أبتدي أدخّل بيه دخل. من الناحية دي مش هتقدر إن أنت توصل، لازم في الأول تبقى عايز تكون content writer مميز في مجالك، مميز في سوق العمل الخاص بيك، علشان توصل إنك تكون فعلًا تقدر تدخّل من خلاله فلوس كتير جدًا. والcontent writer من الحاجات الspecial مش زي مثلًا تصميم الجرافيك، في حاليًا كتير والمنافسة بقت صعبة جدًا، في سبيل إن ناس قليلة بتطلب content writer وناس قليلة بتكون متعلمة إن هي تكتب محتوى يجذب فعلًا. بالعكس يعني شايفين كل المجالات اللي قدامكم من إخباري وتحفيزي وغيرها، كل مجال فيهم بتلاقوا شركة معينة طالبة content writer مش عارف يكتب في كل المجالات، لأ، ده متخصص في مجال واحد. يعني كل مهارة إحنا بنتعلمها بيكون فيها تخصُّص، علشان اللي بياخد حاجة من كل حاجة بيكون الموضوع صعب عليه. ممكن يوصل لإن هو يكون perfect في كل الحاجات، بس هيرهق نَفْسه ومش هيشتغل حاجة واحدة ثابتة. فأنت ركّز أو اتعلّم مهارة، اتقنها، دخّل بيها فلوس بعد ما تتقنها، خلاص أنا كده أتقنتها وفعلًا المنتج بتاعي أو الخدمة بتاعتي بقت بتتباع معنى كده إن هي كويسة، أبتدي إن أنا أتعلّم مهارة تانية. لأ، ما تتعلموش أبدًا أكتر من مهارة وتوزّع مجهودك على أكتر من مهارة في نفس الوقت أو في نفس المجال. أنا ممكن أتعلم كتابة المحتوى الcontent writer وأتعلم معاه لغة، بس ما أروحش أتعلم content writer وcopy writer وإزاي أكون صانع محتوى في نفس الوقت. طيب ما هو المجالات كلها متشابكة والفرق بينهم بيكون بسيط، فاحاول إن أنا أفهم. عملنا مقارنة بسيطة عن الناس اللي هي شغالة بالمحتوى، والناس اللي هي شغالة من غير محتوى، يعني اللي بيسوّق بالمحتوى واللي بيسوّق من غير محتوى، والفرق بينهم. ولسه قايلين إن دايمًا في تقريبًا نسبة 14% نسبة مبيعات أكتر
مين الناس اللي بتسوق المحتوى عن الناس اللي بتسوق من غير محتوى. يعني إحنا لو شغالين من غير محتوى شغلنا هيكون عشوائي شوية، بنكتب في كل حاجة، أي حاجة في أي وقت، ما عندناش audience معيّنين، ما عندناش audience حقيقيين أصلًا، إحنا بنوجّه الكلام للناس كلّها، واللي يعمل like يعمل، واللي يعمل comments يعمل، وأي حد يشوفها يشوفها. إحنا أحيانًا بنبيع، بس عمرنا ما تخطّينا target معيّن مش قادرين نتخطّيه، الbudget بتاعتنا ثابتة مش قادرين نزوّدها. بنحاول إن إحنا ننزّل حاجات مختلفة عشان تجذب العميل، بس مش بتجذب، ليه؟ عشان أنا شغّال من غير محتوى، أنا أصلًا ما حددتش الaudience بتوعي هُم مين، فلمّا أنا ما حددتش الaudience بتوعي هُم مين، هل العميل هييجي لي منين؟ أنا already بادّي المحتوى بتاعي لكل الناس، فده بيخلّي المحتوى بتاعي نازل مش طالع، لإن أساسًا الفيسبوك أو أي منصة هي ما فهمتش أنا عايز إيه، هي ما فهمتش أنت الaudience بتوعك لمين عشان تبتدي إن هي ترشّحه لغيرك، فبالتالي أنا المحتوى بتاعي مش هيظهر لناس تانية، حتى لو أنا اعتمدت على الإعلانات الممولة. وبالمناسبة أي حد بييجي له مبيعات أو بييجي له مسدجات أول ما يعمل الإعلانات الممولة وبعد كده مش بييجي له، معنى كده إن المشروع بتاعه نازل مش طالع، والمشروع بتاعه مش واصل للعميل، والbrand بتاعه الناس مش شايفاه. علشان كده بنفضل نقول إن حاول ما تعتمدش على الإعلانات الممولة في البداية، وعشان حاول ما تعتمدش على الإعلانات الممولة في البداية علشان محتواك يوصل للaudience بتوعك. بعد ما تجرّب شوية والناس تشوفك، بطّل تنشر الحاجات عندك، يعني بطّل تخلّي أصحابك وقرايبك وكده يشوفوا المحتوى، ليه؟ علشان أنت هتبدأ تفهم مين بيتفاعل معاك حقيقي ومين بيتفاعل معاك اللي هي المجاملات، إحنا مش عايزين مجاملات، إحنا عايزين audience حقيقيين، فبالتالي بنبعد عنهم. كل ما تروح بتعمل step معيّنة، الstep المعيّنة دي اللي بنكون فاهمينها في الstrategy، مش بنعمل شغل عشوائي، نحاول نبعد عن الشغل العشوائي. طيب مقارنةً بالناس اللي شغّالة بالمحتوى، أنا كcontent write فاهم الدنيا ماشية إزاي، فاهم الaudience بتوعي، حتى لمّا أشغّل sales معايا أو باعمل share في groups معيّنة، فأنا عارف الpost بتاعي ده متوجه لمين ورايح فين. أنا على مدار وقت هاكون شخصية قوية ومؤثرة في مجالي، ليه؟ أنا باستخدم الtrend المناسبة، مش كل الtrend زي اللي بيسوّق من غير محتوى، لأ أنا باستخدم الtrend اللي هتفيدني في مجالي، بأثّر فيهم، بادّيهم معلومات وبافهّمهم أنا مين وباعمل إيه، وباقدّم لهم كل فترة حاجة معيّنة يفهموني من خلالها، يعني أنا باسوّق محتوى بابني مستقبل للbrand بتاعي، عشان كده دايمًا بنقول الbrand أول ما يكبر بيحتاج content write، ولو بادئ ومعاه content write بدايته بتكون أحسن وبتأسيس أكبر، وكمان انتشاره بيكون أوسع، فبنحاول نبعد عن الناس اللي شغالة من غير محتوى، أو نفهّمهم على الأقل إن المحتوى بتاعك للأسف مش هينتشر، وهيكون ليه وقت ويُقع، فإحنا نحاول حتى لو أنت content write ورُحت مع مكان بادئ، حاول إن أنت تقول لهم أنا هاعمل لكم كذا وتفهّمهم، لإن في أغلب الوقت المكان اللي لسه بادئ مش بيكون فاهم يعني إيه content writer، ومش بيكون فاهم أنت هتعمل لي إيه، فمثلًا لمّا تعمل له plan وتبتدي تكتبه له في sheet أو word أو غيره وننظّمه ونبعته له، يبقى حاسس إن أنت مجرد كاتب كلام، الكلام ده ما لهوش معتقد، غير إن أنت جاي تاخد منّي فلوس عشان تدّيني حاجة PDF ما لهاش لازمة، هو بيكون في دماغه كده، فأنت حاول تقعد معاه وتفهّمه أنت مين، بتعمل إيه، يعني إيه content write، أنا هاوصّل لك شغلك من فين لفين، يعني دايمًا العميل عايز يلمس حاجة فعلية، يعني إيه عايز يلمس حاجة فعلية؟ إن النهارده يوم كذا يوم 5 وليكن، يوم 15 في الشهر هيكون كام عميل شاف المحتوى بتاعك، أو إحنا مش بندّي له مثلًا target بالضبط، بس بندّي له نتيجة تقريبية، وطبعًا
إحنا محتاجين نتدرّب في الأول، وده اللي هتتدرّبوا على مشاريع زي وهمية وبتتحط برضه في الportfolio. يعني كل المشاريع اللي بنشتغل عليها حاجة شبه الgraphic design أو شبه الماركتير في البداية، إن أنا بابدأ أعمل مشاريع وهمية أو أتدرّب مع حد مجاني بس ما يستنزفنيش. بعد كده خلاص أنا كوّنت portfolio معيّن، كوّنت مشاريع وهمية، فهّمت العميل أنا مين وماشي إزاي وطريقة شغلي إزاي، مش محتاج أكتر من كده عشان أقدر إن أنا أشتغل فيما بعد. عشان أبدأ في كتابة المحتوى، قُلنا أول حاجة بناخد بيدّينا العميل الclient بتاعنا اسم المجال اللي هو عايز يشتغل فيه، وبابتدي أنا أعرف الaudience بتوعي، احتياجاتهم، اهتماماتهم، حاجات مفتقدينها. بابدأ أشوف منافسيني بيعملوا إيه، ما بيعملوش إيه، إيه الحاجات اللي هم مقصّرين فيها، أبتدي أنا أظهرها عندي أو أشتغل عليها بحيث أكون مميز في المجال بتاعي، أحدد الهدف اللي أنا عايزه أو الرسالة اللي عايزة أوصّلها للناس. يعني أنا مثلًا لو باشتغل في مجال الدعاية والإعلام، فعايزة أقول للناس إن أنتم هتطلعوا من عندي الناس عارفاكم، لأ بالعكس ده هُم واثقين فيكم، فدي الرسالة بتاعتي اللي أقدر إن أنا أوصّلها. بعد ما خلّصت ورتّبت أفكاري، يعني جهّزت ورقي، كتبت في كل ورقة الجمهور والمجال والهدف، ومحتاج دلوقتي أعمل plan وأعمل استراتيجي، بارتّب أفكاري إن أنا لو هاشتغل محتوى للمكان ده هاكون كاتب المحتوى إزاي، يعني أنت مش هتصمم دلوقتي ولا هتعمل حاجة، أنت بس هتكتب محتوى كذا، يوم راس السنة أنا هاكتب محتوى عن راس السنة والأعياد وكده، في رمضان هنكتب تهنئة وطول شهر رمضان نكتب حاجات تفيدهم ومعلومة تفيدهم وفي نفس الوقت تكون لها علاقة بمجالي. كل ده بيكون محطوط، يعني أنت بتعمل plan سنوي، بعد كده بتقسّمها لشهري، وجوّه الأشهر بتقسّمها أسبوعي، كده الplan بتاعتك بتمشي، أنت بتكون مرتاح طول السنة، أنت عارف ماشي إزاي، أيوه بالفعل بتتعب شوية في البداية إن أنت تعمل على مدار سنة كاملة، ولكن فكّر إن أنت لو تعبت مثلًا شهر، فباقي السنة أنت مرتاح، أنت عارف أنت ماشي إزاي، غير لو في حاجة طرأت فأنت مثلًا لازم تتارجتها في الأسبوع ده أو تتارجت في الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، فدي بتكون حاجات بسيطة ومش بتكون كتير. بعد كده خلّصت، تبدأ تاخد يوم، يوم، النهارده المفروض نكتب عن كذا، هابتدي إن أنا أكتب وأبدع. لازم إن أنا أكتب وأبدأ بأسلوبي، يعني إيه بأسلوبي؟ أنا شُفت كل المنافسين، شُفت كل الcontent اللي هُم عاملينها، شُفت أكتر ناس بتعرف تكتب content ما ينفعش أسرق أسلوبهم، دايمًا بنقول العفوية والكلام بتلقائي هو اللي بينجّح المكان، يعني إيه؟ الناس بتحب العفوية في الفيديوز، في المحتوى، في أي حاجة بتحب الكلام اللي يوصل لهم. بس في حاجات مختلفة، يعني إيه حاجات مختلفة؟ يعني أنا باكتب في مجال الكورة، فهيكون المجال حماسي شوية، فهاكتب بحماس، مجال طبي فلازم أكتب بشكل علمي، المجال بتاعي المجال الخاص بيّا آمم memes ضحك وهزار، فلازم أكتب بشكل fun شوية، فلازم وأنا باكتب أراعي الحتّة دي، المجال اللي أنا باكتب فيه بيسمح المجال اللي أنا باكتب فيه هو عايز منّي إيه، هو محتاج منّي يكون طريقة كلامي إزاي، وبتكتب بشخصيتك عادي ولكن بلهجة الجمهور اللي أنت بتكلمه. نوصل للtarget الaudience ومين الجمهور المستهدف بتوعنا. الtarget الفئة اللي إحنا بنحددها علشان عايزين نكلمها ونبتدي إن إحنا نخاطب الaudience بتوعنا اللي هو الجمهور الفعلي، يعني معظم كتابة المحتوى تتمحور حوالين إن أنا لازم أحدد هدف، لازم أحدد audience
وبعد كده أدرس سلوكهم. يعني إيه أدرس سلوكهم؟ هُم موجودين فين، هيتابعوني ليه، بياخدوا القرار إن هُم يشتروا أو يتابعوا بناءً على إيه، يا ترى هُم بيحبّوا يتكلّموا بأنهي لهجة اللي بيفهموها، سِنّهم وعُمرهم، المستوى التعليمي حتى بتاعهم إن أنا أقدر أكلّمهم، وده بيريّحني لو أنا كمان ماسك page وباعمل ليه إعلانات ممولة، هيريّحني جدًا إن أنا أفهمهم. فعشان كده لمّا بيكون team بيعملوا أول حاجة meeting ويبتدوا إن هُم يدرسوا كل حاجة عن الaudience الخاصة بيهم، أبتدي إن أنا أفهم احتياجاتهم، وقُلناها في الأول محتاجين إيه، إيه مفتقدينه، بس بزيادة العمر والسن والنوع واهتمامات وموجودين في أنهي بلد، يعني هاtarget أنهي بلد، هُم فين بالضبط، هُم هيتابعوني ليه، أشدّهم ليّا إزاي. وكل ده وإحنا بنكتب باعمل brief كده علشان يكون ليّا قبل ما يكون لصاحب العمل، يعني الclient ما عندوش brief محتاج إن أنا أعمل له brief معيّن، باعمل له brief باكتب فيه اسم الشغل، الlogo والألوان وطريقة والجمهور فين، سلوكه ومين المنافسين بتوعتي عشان لازم برضه أكون متابعاهم وفاهمهم بيقدّموا إيه. إيه الحاجات اللي بتشد الناس، كل ده باكتبه في الbrief واخلّيه معايا علشان يساعدني طول فترة شغلي، أتفاعل معاهم إزاي وهُم يتفاعلوا معايا إزاي، والهدف من المحتوى يوصل لهم إزاي، يعني كل ما فهمت الجمهور كل ما كان محتوايا بيأثّر أكتر، وكل ما كان محتوايا يبيع أكتر. يبقى أول خطوة إن أنا لازم أفهم الجمهور بتاعي بيتكلم في إيه، وزي ما قُلنا إن الcontent writer بيعمل علاقات مع الجمهور، فأنا لازم أوصل لقلب العميل وعقله، يعني خلّيك حنيّن وأنت بتكتب، لازم توصل تفهّمه أنت مين، وعايز توصّل له إيه، وتحسّسه من كلامك إن أنت عامل على مصلحته. أنا مش جاية أبيع لك منتج أيًا يكن هو المنتج إيه، سواء حلو أو وِحِش، أنا مش جاية أبيع لك منتج، بس أنا عامل عليك. هل يا ترى مثلًا influencer كبار أو blogger كبار أو حتى الممثلين اللي بيعملوا إعلانات هل كلّهم مقتنعين بالمنتج اللي هُم بيعملوا له الإعلان؟ هل المنتج حلو؟ بالعكس في منتجات كتير بتطلع مش حلوة، وفي منتجات بتطلع حلوة، ولكن أنت بتشوفهم بتقتنع بأدائهم، وده اللي بنقوله، ليه؟ هُم حسّسونا إن هُم بيستخدموا نَفْسهم، فأكيد مش هيضرونا، فأنت عشان تحسّس العميل بتاعك إن أنت مش هتضره. لأ، بالعكس أنا هافيدك، أنا فاهمك وعرفت احتياجاتك وعرفت أنت مين وبتتكلم بلغة إيه وعايز إيه وبتدوّر على إيه وإيه اللي محتاجه كمان ووفّرته لك، فأنا عامل عليك، وده هتلاقيه بيساعدك إن هو يزيد نتايجك الحقيقية مش مجرد نتايج fake لأ، نتائج حقيقية فعليًا موجودة تقدر إن أنت تحسّس العميل إن هو لامسها، خصوصًا لو هو في البداية هيحس إن أنت عملت له حاجة كبيرة جدًا، فأنا بافهم الجمهور. طيب بافهم الجمهور من خلال إيه؟ بافهم الجمهور من خلال إن أنا باتابع المنصات بتاعته اللي هو بيتابعها في المجال بتاعي، المنصات اللي بيفضّلها، كل واحد مننا بيتابع حاجة معيّنة كده بتشدّه، تقدر إن أنت تجذبهم من خلالها، إن أنت بتتابع العميل، بُص بتراقبهم، اطلع لهم من كل مكان علشان تفهمهم في البداية أو بعد كده الموضوع هيبقى أسهل وهتلاقي كل حاجة بتظهر لك واحدة ورا التانية، بتشوفهم هم أساسًا متمركزين فين، على أنهي منصة بالضبط، بتحلل بياناتهم كلها، سلوكياتهم وحتى الcomments اللي بيعلّقوا بيها بتقراها وتشوف هم بيدّوا reaction إيه بالضبط وإيه اللي بيضايقهم، علشان ما تعملش post يكون trend وتكون بذلت فيه مجهود بس ييجي عليك بشكل عكسي. ونتيجة عكسية تدمّر كل اللي أنت عملته، لأ لازم أفهم بياناتهم وإيه كمان اللي بيضايقهم وأبعد عنّه، أدوّر دايمًا أستخدم الأسئلة
وأعمل استطلاعات رأي زي اللي بنشوفها في الأول. وكمان لمّا ابدأ بشكل غير مباشر، يعني إيه؟ ابتدي اتكلم عن المكان في حتت كتير، أو هُم مثلًا متمركزين على إنستجرام، ابتدي إن أنت نزّل reels على صفحات مختلفة، ادفع لها عادي فلوس، بس بتتكلم عنك من غير ما تحط link الpage بتاعتك. ليه؟ عشان يبدأوا هُم يدوّروا عليك، اللي هييجي لك من خلال إن هو يدوّر عليك غير اللي أنت بتحاول تجذبه، هو ده اللي هيكمّل معاك. فأنت خلّي الناس تدوّر عليك، اشغل بال الناس، قدّم محتوى مش موجود عند الغير، قدّم لهم احتياجات مش موجود غير عندك، خلّيهم يدوّروا عليك في كل مكان. يعني إحنا عرفنا بنحلّل كل حاجة، سواء comments، سواء حتى شاتات، حتى الناس وهُم بيردّوا على بعض في الكومنتات، استطلاعات، إن إحنا بنعرف بيتابعوا إيه الكلمات أو اللي بيستخدموها كتير علشان يدوّروا على الحاجة دي، إيه أكتر كلمة هُم متداولة بينهم لمفهوم المنتج ده. إيه الأسئلة اللي محتاجين إن هم يسألوها بس مش لاقيين لها إجابة، ونزّل ask ونزّل الإجابة وهتلاقيهم متفاعلين معاك. المشكلات اعمل لهم مشكلة وبعد كده حلّها لهم، يعني حسّسهم إن أنتم عندكم مشكلة في الحاجة دي وبعد كده نزّل لهم الحل، فيبتدوا إن هم يتابعوك. ليه؟ إن أنت كل مشكلة ليها حل عندك، فأنت بالتالي بالنسبة لهم فرصة نجاة. يعني كل ما فهمت الطريقة اللي بيتكلموا بيها عن المنتج بتاعك، كل ما محتواك كان أقرب لقلوبهم، فحسوا إن أنتم منهم، عارف أنت إيه، من العيلة بمعنى أصح، أنت من العيلة بشكل أو بآخر. بعد كده هناخد القمع التسويقي أو الfunnel اللي بنقول عليه. في حاجة اسمها القمع التسويقي، ده بيكون متكون بالشكل ده. من أول حاجة لحد آخر حاجة اللي هي الولاء. في الأول خلّينا نتكلم عن أنواع العُملا اللي إحنا بنقابلهم في حياتنا. أنواع العُملا، واحد بيفتح النت عادي، هو عايز بس يسكرول على السوشيال ميديا، مش في دماغه حاجة، بس فجأة ده شاف حاجة، ده اللي هو أول واحد، اللي هو مش في دماغه حاجة معيّنة يشتريها، بس أنت عارض المنتج بتاعك بشكل عمل له مشكلة في أول الpost، وفي آخر الcontent حل له المشكلة بالمنتج الخاص بيه. فده ما هو ما كانش في دماغه يشتري، ده مجرد إن هو بيscroll متصفح عادي، وده مجرد بيscroll متصفح عادي، بس أنت عملت له مشكلة، ومن المشكلة هو احتاج حل، فأنت كمان اديته الحل. فده أول نوع. النوع التاني هو داخل يشتري، هو بالفعل shopper، هو داخل يشتري، بس هو مش عارف يشتري منين. هو مثلًا بيدوّر على graphic tablet، أنا مش عارف الgraphic tablet ده ألاقيه فين، مش عارف أسعار، مش عارف نوع كويس، فهو داخل عندك وبيدوّر بالفعل، بس مش لاقي حاجة كويسة. فأنت لازم إن أنت مش مجرد تقول graphic tablet نوعه كذا، لأ، تحسّسه إن الgraphic tablet ده أحسن نوع، هو اللي هيوصّلك إن أنت تكون perfect في الرسم، perfect في كل حاجة، فتوصل إن هو يكون perfect في كل حاجة. هو خلاص هو داخل عندك، هو عارف هيشتري إيه وعارف النوع إيه، وهو بيدخل المكان هو عارف هيشتري إيه وبيشتري بالفعل، وده أسهلهم. فإحنا بيكون الtarget بتاعنا مش المشتري، لأ، إحنا بيكون الtarget بتاعنا نحافظ على المشتري اللي هو بيشتري، ونحوّل المتصفح والshopper الاتنين نحوّلهم إن هم يكونوا مشتري من عندنا. يعني أنا باحاول أشتغل على ال3، أنا مش بس باتارجت المشتري، طب ما هو already داخل يشتري، لأ، أنا باحاول واحد متصفح ما يعرفش أي حاجة عني، إن هو يكون من الclients بتوعي، لأ، ويحبني وما يشتريش غير من عندي، ويكون ويوصّي بيّا لغيره.
هو ده الحاجات اللي إحنا بنهتم بيها، ودي اللي بتكون ليها الأفضلية كمان، إن أنا لو أنا content writer كويس هاعرف إن أنا أحوّل من مجرد متصفح بيشوف الposts إن هو يوصل لي ويعرف منتجاتي ويكون كويس معايا، لأ وإيه ويوصّلني لغيره. طب إيه هو التسويقي أو الfunnel؟ أول حاجة يعني الوعي. أول حاجة أنا عايز اللي قدّامي العميل اللي لسه ما يعرفش عني أي حاجة يشوفني صُدفة إن هو عادي متصفح، بس ألفت نظر العميل. يعني إيه ألفت نظر العميل؟ محتوايا يكون كويس لدرجة إن هو يجذب نظر العميل ويوصل لقلب العميل زي ما كنا بنقول استعينوا بالحنيّة، وخلّوه يدخل الpages بتاعتكم ويدوّر عليكم ويعرف أنتم بتقدّموا إيه من أي أنواع محتوى، بس إن أنا أجذبه بمعنى أصح، يعني أخلّيه هو بيدوّر عليَّ، يبتدي من مرحلة الوعي إن هو عرف أنا مين والpage بتاعتي إيه والlogo بتاعي ده بيعبّر عن إيه، وعي لمرحلة الاهتمام، إن أنا أكون interest بالحاجة دي، فابتدي إن أنا أدوّر عليها بعد كده وأقراها والله post حلو، إيه الجمال اللي كاتبه الcontent writer ده حاجة جميلة، وابتدي يبقى عندي رغبة إن أنا أوصّيه للناس. ورغبة إن أنا أتعامل معاهم، وأحب إن أنا أتكلم معاهم، وآخد قرارات بقى، أوصل للأكشن إن أنا آخد قرار الشراء بالفعل. ما أنا كنت متصفح عادي، ابتدي إن يبقى عندي وعي، اهتميت بالمجال من كتر إن الcontent writer كاتب حاجة فعلًا جذبتني، بقى عندي رغبة وبقى interest بالحاجة دي عشان أدخل لها وآخد الأكشن إن أنا أشتريها، لحد ما أوصل إن أنا يبقى عندي ولاء للحاجة دي. يعني لو هاشتري، لأ أنا هاشتري منّهم، ليه؟ أنا واثق فيهم والمعاملة معاهم حلوة وهُم دايمًا بيقدّموا quality كويسة، لمّا ألاقي حد عايز يشتري مثلًا فون وأنا عارف المكان اللي أنا اشتريت منّه واللي بالفعل بقى عندي وعي بيه واهتمام، أروح إن أنا أوصّيه على طول، استنى بس أنا هابعت لك الpages بتاعتهم واشتريها من عندهم، ده كويسين وتعاملهم كويس وأسعارهم حلوة وبيقدّموا خدمات كويسة، يعني ده الfunnel أو الmarketing funnel أو القمع التسويقي اللي أنا باحتاجه إن أنا أكتب content. فعشان أكتب content لازم أبقى فاهم القمع ده كويس، إن أنا بابدأ أعرف أنواع العملا من متصفح لمتسوق لمشتري، وأعرف القمع إن هو بيبدأ إن أنا يبقى عنده وعي بالpages بتاعتي وبالlogo بتاعي الvisual الخاص بيّا كلّها، لحد ما يوصل لمرحلة الولاء إن هو بس يشتري من عندي. وقُلنا إن في أنواع كتيرة من المحتويات إحنا بنقدّمها، وفي أنواع كتير من المنصات بنعرف هنشتغل على أنهي منصة بالضبط. لحد هنا تكون انتهت الsession. لحد هنا تكون انتهت الsession والtask الخاص بينا إن إحنا هنشتغل على منصات الدعاية والإعلان. هتبدأ تفتح الword أو هتفتح sheet أو هتفتح PowerPoint أو حتى Canva، أي حاجة تقدر تكتب عليها. هتبدأ إن أنت تجمّع معلوماتك كلّها، عايزاكم تشتغلوا إن أنتم تعرفوا بتبتدوا من الجمهور، بعد كده بتحلّلوا بياناتهم، مين المنافسين، أكتب أسامي البيدجات، يا ترى لو أنا مخلّياها لكم مفتوحة، يا ترى لو سعوديين هُم متمركزين فين، ولو مصريين متمركزين فين، ولو أجانب، وإيه اللي بيجذب كل جمهور فيهم، برضه ده بيكون تحت بعض. خدوا وقتكم، ابتدوا إن أنتم اشتغلوا، لإن ده هتحطّوه بعد كده هتحطّوه في الportfolio الخاص بيكم، إن أنتم اشتغلتوا على حاجات وهمية، دي الحاجات اللي اشتغلتوا عليها، يعني لمّا تروحوا مكان تقدّموا إن أنتم ما اشتغلتوش قبل كده، فبيقول لك فين المشاريع الوهمية اللي اشتغلت عليها، فاشتغلوا على فكرة الشركات الدعاية والإعلان، وأنا هاكون معاكم.
احتجتوا أي حاجة تقدروا إن أنتم تبعتوا واتساب أو على page الفيسبوك أو حتى في channel الواتساب أو قناة اليوتيوب، ما فيش أي مشكلة. وإن شاء الله نكمّل الsession القادم. حاولوا إن أنتم تتطوّروا وتهتموا فعلًا بكل كورس بتاخدوه إن هو يفيدكم.